رفع العملاق الحجري رجله على ارتفاع 10,000 متر فوق الأرض وداس على التلج. طبقة التلج اللي سمكها 10 متر اتشقت في اللحظة. شق هائل اتفتح بسرعة رهيبة ووصل للعملاق الحجري الثاني. في اللحظة اللي بعدها العملاق الحجري وقع واختفى تحت السطح. بعد شوية العملاق الحجري اللي ناحية التانية بدأ يتحرك ناحية المجموعة. العساكر شدوا الست معاهم وجروا بيها بيأس ناحية الهليكوبتر. أول ما ركبوا كان العملاق الحجري واقف قدامهم على طول. قدام نظراتهم المرعوبة مد إيده الضخمة ناحيتهم، ولحسن حظهم قدروا يفلتوا من الهجوم في آخر لحظة. بس العملاق الحجري ما كملش مطاردة، كان باين عليه إن عنده حاجة أهم يعملها واختفى في وادي بعيد. القصة بدأت لما الست ادعت إنها تدخل معمل أبحاث سري تحت الأرض. هناك كان فيه عملاق حجري قديم جدا نايم نومه عميقة. تحت حجة إنها عايزة تروح الحمام سابتهم ومشيت لوحدها علشان تشغل الكل بعيد عنها. طلعت بالأسانسير براحة لحد ما وصلت للأوضة اللي فيها العملاق الحجري. حطت إيديها على جسمه الضخم ودندنت لحن قديم بهدوء. في الأول الكائن ما استجابش، بس في اللحظة اللي كانت هتمشي فيها العملاق الحجري فتح عينه فجأة. الدكتور أمر فوراً بتشغيل لمبات الأشعة فوق البنفسجية، ولما العملاق الحجري لاحظ إن إيديه مربوطين جامد بدأ يهيج بشدة. في اللحظة دي بالذات الست كبت القهوة بتاعتها بالغلط وعملت قفلة كهرباء في كل لمبات اليوفي. المعمل كله اتقلب فوضى، ولما الكل جري وخرج شافوا بمنتهى الصدمة إن العملاق الحجري اللي نايم من آلاف السنين كان بالفعل هرب، وخطر أكبر بكتير كان في السكة